السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد مع اخوكم محمد عمر. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه مهمه جدا في ناس كتير فعلا منتظراها، وهو الاسعار الرسميه بتاعه الايفونات الجديده اللي تم الاعلان عنها في المؤتمر بتاع ابل من كام يوم. زي ما تابعنا كلنا كان مؤتمر حماسي جدا وفي ايفون طفره فعلا. فدلوقتي بقى الاسعار الرسميه نزلت في السوق الاماراتي والسوق السعودي، اسعار رسميه من شركه ابل تقدر تشتري الهواتف دي بالسعر ده اكيد. وزي ما احنا عارفين يا جماعه اكتر هاتف بيتباع في السعوديه هو الايفون، فبالطبع السوق السعودي كله منتظر دلوقتي الايفونات الجديده، حاجه طبعا بديهيه جدا ومعروفه. وكمان في ناس كتير جدا بتقصد دوله الامارات عشان تشتري منها الهواتف بتاع الايفونات الجديده من العالم العربي. يعني من مصر ناس كتير جدا بتسافر الامارات مخصوص عشان تشتري الايفونات الجديده. فدلوقتي بقى الاسعار الجديده رسمي موجوده في الامارات وفي السعوديه، هي دي الاسعار الرسميه لكل نسخه. فركز بقى عشان تعرف انت عايز تشتري انهي نسخه فيهم، سواء بقى انت بالفعل موجود في السعوديه او الامارات، او انت هتيجي من بره مثلا زي مصر كده رايح تشتري الايفونات. فنشوف فين ارخص وتشوف تشتري منين. اول حاجه هو الايفون 15 العادي. كل هاتف هنقول منه هنت بسيطه كده من الامكانيات بتاعته. طبعا عملنا فيديو عن التسريبات اللي كانت موجوده في الايفونات، وهي بالفعل كل حاجه كانت في التسريبات تقريبا موجوده في الهواتف الحقيقيه اللي اعلنوا عنها، اللي تم الاعلان عنها يعني. فاول حاجه بقى احنا معانا الايفون 15 العادي. طبعا الشاشه بتاعته بتيجي بمساحه 6.1 بوصه، شاشه فول اتش دي، وشده سطوع الشاشه دي بتوصل لحد 2000 نت. شاشه من نوع اوليد، شاشه خرافيه طبعا بكل ما تحمل الكلمه من معنى. والهاتف بيجي بمعالج الاي 16 بايونيك، معالج سلسله ال 14 برو اللي كان موجود في البرو والبرو ماكس، مع 6 جيجا رام. والكاميرتين اللي في الظهر كاميرا 12 ميجا بكسل، دي الزاويه الوايد، الزاويه العريضه بتاعتك. اما العدسه الاساسيه ف 48 ميجا بكسل. الكاميرات يا جماعه تحفه جدا في سلسله ال 15 الجديده، حاجه خرافيه فعلا. لو انت بتشتري الهواتف دي عشان الكاميرات فانصحك وبشده تشتري الهواتف دي، فعلا الكاميرات بتاعتها خرافيه. والبطاريه الموجوده في الايفون 15 العادي 3349 ملي امبير، وبتشحن عن طريق منفذ تايب سي 2.0. ما بيدعمش سرعات الثاندر بولت والحاجات دي زي النسخه البرو، ولكن هنا انت ستيل معاك تايب سي. اخيرا شفنا تايب سي، تقدر بقى بكيبل واحد تمانج كل الاجهزه الموجوده عندك في البيت، تشحنها بكابل واحد بس. وعشان ما نطولش بقى، الفيديو ده اصلا فيديو اسعار، مش بنتكلم عن الخصائص والمميزات، اكيد انتوا عارفين، ولكن احنا بنذكر بهنت بسيط كده كل هاتف مميزاته ايه. واخيرا بقى الاسعار في السوق السعودي. النسخه ال 128 جيجا دي بسعر 3800 ريال سعودي، النسخه ال 256 جيجا دي بسعر 4300 ريال سعودي، والنسخه ال 512 جيجا بسعر 5300 ريال سعودي. اما بقى السعر في الامارات، النسخه ال 128 جيجا دي بتيجي بسعر 3400 درهم، والنسخه ال 256 جيجا دي بتيجي بسعر 3800 درهم، والنسخه ال 512 جيجا دي بسعر 4650 درهم. بالنسبه بقى للنسخه البلس فهي بتيجي بحجم شاشه 6.7 بوصه، وده هو الحاجه الوحيده الاختلاف بين النسخه الايفون 15 العاديه والنسخه البلس بتاعته، هو حجم الشاشه. وبرده اختلاف في البطاريه هنا بتيجي بحجم 4383 ملي امبير. بالنسبه بقى لسعر النسخه ال 128 جيجا في السوق السعودي دي بتيجي بسعر 4200 ريال، النسخه ال 256 جيجا بتيجي بسعر 4700 ريال، والنسخه ال 512 جيجا دي بتيجي بسعر 5700 ريال. اما بقى بالنسبه للسعر في السوق الاماراتي فالنسخه ال 128 جيجا دي بتيجي بسعر 3800 درهم، والنسخه ال 256 جيجا دي بتيجي بسعر 4200 درهم، والنسخه ال 512 جيجا دي بتيجي بسعر 5050 درهم. وزي ما احنا شايفين النسختين العاديتين ال 15 وال 15 بلس في فرق في السعر فعلا. السوق الاماراتي ارخص من السوق السعودي زي ما احنا شايفين. فلو انت بقى عايز تشتري الهواتف دي وانت في اي دوله ثانيه، مثلا في مصر، في الجزائر، في المغرب، وليك حد مثلا صاحبك في السعوديه او في الامارات او الكلام ده، فانت الافضل انت تشتريها من السوق الاماراتي. زي ما انت شايف في فرق حوالي 400 درهم مثلا هيكونوا فرق بين السوق الاماراتي وبين السوق السعودي. فلو انت مثلا في مصر فدول هيعملوا معاك مثلا توفير فرق واضح، مثلا حوالي 4000 جنيه او 5000 جنيه فرق في السعر. اما بقى النسخ البرو الوحش فعلا اللي فيه طفره حقيقيه، بالذات في الهاتف البرو ماكس، الكاميرات بتاعته خرافيه فعلا. النسخه البرو العاديه بتيجي بنفس حجم نسخه ال 15 العاديه بحجم 6.1 بوصه، الشاشه بتاعته 120 هرتز بقى، والمعالج الجديد الاي 17 بايونيك الطفره الجديده برضو، و8 جيجا رامات مش 6 جيجا رامات زي النسخ اللي قبل منه الصغيره. والكاميرا السيلفي هنا 12 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفيه برضو 48 و12 ميجا بكسل. ومعاك بقى العدسه الثالثه 12 ميجا بكسل تقدر تعمل بيها 3 اكس زوم حقيقي، اوبتيكال زوم، عشان تحصل على صور رائعه جدا بدون ما تخسر اي تفاصيل في الصوره خالص. وبتقدر تعمل لحد 15 اكس زوم ديجيتال. البطاريه بتاع النسخه البرو
3274 ملي امبير. ومدخل الشحن هنا بقى تايب سي 3.0. هنا بقى تقدر تنقل بيانات من التليفون بتاعك للماك مثلا او للكمبيوتر بتاعك بسرعه عاليه جدا جدا، اسرع من التايب سي 2.0 بتاع النسخ العاديه. فهنا في طفره في كل حاجه زي ما احنا شايفين في النسخه البرو، حاجه رائعه جدا. والاروع بقى ان في النسخه البرو ماكس حجم الشاشه طبعا بيكبر معاك 5.7 بوصه، والبطاريه كبرت برده بقت 4422 ملي امبير. والكاميرا الخلفيه هنا بقى بتعمل معاك 5 اكس زوم حقيقي مش 3 زي النسخه البرو العاديه، وبتقدر تعمل زوم 25 اكس عن طريق السوفت وير ديجيتال زوم. دي حاجه رائعه جدا في الكاميرا الموجوده في النسخه الماكس. وفي الايفونات الجديده زي ما احنا عارفين زي ما شفنا في المؤتمر تقدر كمان توصل للنسخ البرو دي، يعني انت لو معاك الهاتف البرو ده تقدر تعتمد عليه ككاميرا احترافيه زي اللي بنصور بيها دي دلوقتي، وكمان تقدر تحط له هارد خارجي عشان تسجل عليه على طول مباشر. تقدر تسجل الفيديو 4K زي ما انت عايز مباشر على الهارد بتاعك، طبعا عشان المساحات هتبقى كبيره جدا فمساحه التليفون مش هتكفي اكيد. فدي حاجه بقى كده هتبقى رائعه، تحط التليفون بتاعك مع الهارد الخارجي، تستغنى بقى عن اي كاميرا موجوده دلوقتي حاليا، تقدر تعتمد عليه في كل حاجه. شفنا افلام متصوره بيه، جزء من مشاهد في افلام متصوره بيه حقيقي، في ناس بتعتمد عليه في انتاج المحتوى حقيقي. يعني حاجه رائعه جدا جدا جدا. قريب جدا هتلاقي في ناس كتير بتستغنى عن الكاميرات الاحترافيه وبتعتمد على الايفون النسخه البرو بتاعته من كفاءه التصوير بتاع الفيديو بتاعها وروعته. مفيش تليفون لحد دلوقتي بيصور فيديوهات زي اللي بيطلعها الايفون النسخه البرو. بالنسبه بقى للسعر، النسخه البرو العاديه في السوق السعودي النسخه ال 128 جيجا دي بتيجي بسعر 4700 ريال، والنسخه ال 256 جيجا دي بتيجي بسعر 5200 ريال، النسخه ال 512 بتيجي بسعر 6200 ريال، النسخه ال 1 تيرا بتيجي بسعر 7200 ريال. اما بقى بالنسبه للسوق الاماراتي النسخه ال 128 جيجا دي بتيجي بسعر 4300 درهم، النسخه ال 256 جيجا دي بتيجي بسعر 4700 درهم، النسخه ال 512 بتيجي ب 5550 درهم، النسخه ال 1 تيرا بتيجي ب 6400 درهم. بالنسبه للنسخه الماكس بقى في السوق السعودي بتبدا معاك من 256 جيجا، مفيش 128 جيجا، بتيجي بسعر 5700 ريال سعودي، والنسخه ال 512 بتيجي بسعر 6700 ريال، والنسخه ال 1 تيرا 7700 ريال. بالنسبه للسعر بتاع النسخه الماكس في السوق الاماراتي النسخه ال 256 جيجا بتيجي بسعر 5100 درهم، النسخه ال 512 بتيجي بسعر 5950 درهم، النسخه ال 1 تيرا ب 6800 درهم. زي ما احنا شايفين برضو فرق رهيب جدا في الاسعار. فانصح اي حد برضو عايز يشتري النسخ البرو او اي نسخه اشتريها من السوق الاماراتي لو انت متاح ليك، لو انت خارج السعوديه. لو انت في السعوديه بقى ومش عارف تسافر او مش عارف تجيبها من الامارات فاشتري من السعوديه بقى براحتك، وهتبقى انت مضطر لحاجه زي كده. ولكن زي ما احنا عارفين اخواتنا بقى المصريين اللي كتير منهم بيسافر عشان يروح يشتري التليفونات دي او بيبعت يجيبها مع حد صاحبه او اي حد نازل، السوق الاماراتي ارخص لك بكتير من السوق السعودي. وبنفكر تاني الهواتف دي كلها تكون متاحه للبيع يوم 22 سبتمبر. تقدر تحجز دلوقتي من يوم 15، اصلا احنا دلوقتي 17 وقت تسجيل الفيديو ده، فيوم 22 هيكون البيع متاح، تقدر تستلم الهواتف بتاعتك دي مفيش اي مشاكل. وبس كده، دي كل حاجه لفيديو النهارده. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديوهات جديده على القناه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دلوقتي الفيديو الجاي في حفظ الله.